فتحت مصالح الشرطة القضائية بطنجة السبت تحقيقا في ملابسات مقتل طالب تم العثور على جثته داخل منزل بأحد الأحياء القريبة من المركب الجامعي. وتشير المعطيات المتوفرة أن الهالك عثر عليه ميتا داخل الشقة التي يقطن بها بحي مسنانة من طرف أفراد أسرته الذين حلوا بعين المكان بعد فقدان الاتصال بابنهم منذ يومين. وكشفت إحدى المصادر أن مصالح الأمن تتعامل مع هذا الحادث في هذه المرحلة من البحث على أنه جريمة قتل، ذلك بسبب ظروف ومكان اكتشاف الجثة التي بدت عليها آثار السلاح الأبيض. وحسب نفس المصدر فإن تقنيي مسرح جريمة القتل وضباط الشرطة القضائيين باشروا عملية المسح التقني لمسرح الجريمة لرفع كل القرائن والأدلة المادية الكفيلة باستجلاء حقيقة هذه الوفاة، كما يجري التحقق من الظروف الاجتماعية والمهنية للهالك. وتم نقل الجثة إلى مستودع الأموات بمستشفى الدوق دوفار بمدينة طنجة في إطار الإجراءات المعمول بها.